عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكرباج. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نخش على طول في موضوعنا. في الأول طبعا عاد الأسد، عاد صانع البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الوسط الرياضي كله في مصر. عاد عاشق الحديدة سيادة المستشار مرتضى منصور، وهل علينا بقى بأول نفحاته كده. اسمع ايه اللي حصل؟ الحمد لله على السلامة ورثة 24. اوعى تفتكر يا محمود يا حبيبي انت اللي حارسني تبهبل لو انت فاكر كده. طب وانت بوزارة الانتخابات ضدي؟ طب وانت زي ما سمعت كده طبعا هو بيوجه الكلام للكابتن محمود الخطيب، بيقول له يعني مش انت اللي حبستني. ومش عارف يعني هو ايه علاقته بكابتن محمود الخطيب، يعني ايه اللي مضايقه منه قوي كده وحطه في دماغه كده ليه؟ الحقيقه حاجه عجيبه جدا، يعني حاجه عجيبه وغريبه. وهو نسي او تناسى ان هو نزل نفس الكلام دوت، هو برضو اللي قال الكلام دوت. معرفش بقى كان بيقولوا استعطافا مثلا ان كابتن محمود الخطيب يعني يتنازل ولا لا، الله اعلم. طبعا احنا منتظرين المؤتمر الصحفي اللي هيعمله بفارغ الصبر، وهيكون في حلقة عنه طبعا بالتأكيد. طبعا نخش الموضوع التاني. والأستاذ عامر حسين بيعلن، أنا معرفش بقى في الأول قانونيا، ما عنديش أي فكرة الحقيقة، هل من حقه إن هو يختص قناة وبرنامج معين بمداخلة يعلن فيها تفاصيل نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز؟ هل ده شيء قانوني بصفته يعني متحدث عن الرابطة، ولا المفروض كان يعلن بشكل تاني؟ أنا معرفش. المهم إن هو أعلن إن المباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز هتكون إن شاء الله يوم 10 إبريل في استاد القاهرة. لكن اللي هنقف عنده هنا إنه قال إن التذاكر هتطرح 50% للنادي الأهلي و50% لنادي بيراميدز. طيب انت يعني يا حاج عامر انت حسبتها ازاي؟ طيب بجد والله يعني هل مثلا يعني اصل دي حاجه غريبه جدا. احنا بص مبدئيا لما لعب الزمالك وبيراميدز نهائي قبل كده نفس البطوله ونهائي كاس، كان ساعتها التذاكر كلها طرحت للزمالك، واحنا مش هنستشهد بالموضوع لان ده امر طبيعي، ده الطبيعي. بيراميدز ما عندوش جمهور، يعني دي حاجه يعني مش عيب يعني، بس هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه. النادي بيراميدز مش نادي جماهيري على الاطلاق. يعني نادي بيراميدز يعني لما تطرح له 50% من التذاكر كم واحد هيجي؟ طب هل انت يعني لو انت مثلا فكرت في مبدأ مثلا اتاحة الفرص للجميع او تساوي الفرص المنافسة يعني ما بين الفرق، فعشان كده طرحت 50 تذكرة هنا 50% و50%، طب ماشي. يعني هل هيفرق معاك ان جماهير النادي الاهلي تبقى مثلا 40,000 قصاد 100 واحد؟ هتفرق معاك غير مثلا لما يكونوا 60,000 او 70,000 قصاد 100 واحد؟ هل هتفرق؟ يعني هل دوت مثلا هيعطي بيراميدز افضلية؟ يعني ما اعتقدش. طب هل انت لو انت اللي صارف من جيبك وطبع التذاكر دي على حسابك هتطبع 50% من التذاكر وانت عارف ان هم هيترموا؟ يعني يا ريت كل مسؤول يا جماعة يعني يحط نفسه كده، يعني لما يجي يصرف فلوس يعتبر الفلوس دي بتاعته هو ويوجهها فعلا لو كانت دي فعلا فلوسه، لان دي امانة انت هتسأل عليها في النهاية. يعني 50% من التذاكر اللي هتطبع دي انت هتسأل في النهاية عنها. طبعا نقفل بقى بحاجة كويسة. فوز منتخب مصر العريض على ملاوي 4-0، طبعا نتيجة كويسة جدا وخارج الملعب. في ناس طبعا بتقلل من المنافس، لكن يعني عايزين ما ننساش ابدا ان احنا خسرنا قدام فرق خسرت من الفرقة دي وخسرنا 2-0. مش عايزين ننسى ابدا ان اثيوبيا كسبتنا مثلا، فكون انت تفوز برباعية على ارضهم في الملعب ده وفي الاجواء دي لا شيء جيد جدا. يبدو ان روي فيتوريا عنده شيء يقدمه لمنتخب مصر، راجل عنده فكر، وشكل المنتخب هتبقى كورته حلوة. راجل عنده فكر وعنده يعني كرة حلوة انا شايفها بصراحة، ده رأيي يعني. ونتمنى المسؤولين في يعني المسؤولين بقى عن كرة القدم في مصر، نتمنى ان هم يدعموه، نتمنى ان هم يمهدوا له الطريق ويشيلوا الصعوبات من قدامه علشان يعني نساعده ما نطفشوش باختصار يعني.
طبعا في النهاية رمضان كريم. قبل ما نقفل أحب أهني اللاعب المصري ولاعب الاتحاد جدة السعودي ولاعب الزمالك السابق طارق حامد بأنه سجل أول هدف ليه دولي مع منتخب مصر. الحقيقة هدف ممتاز، هدف حلو جدا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله نتقابل في حلقة تانية. السلام عليكم.